السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين القرص الطرية دي وجمالها؟ قرص فلاحة على اصولها. جربيها بالطريقة دي هتعتمديها عندك ان شاء الله. طريقتها سهلة وبسيطة خالص وهتقومي تعمليها على طول. تعالوا اقولكوا يلا على المكونات اللي عندي. دي مقادير كيلو دقيق. انا عندي بقى هنا ده الكيلو دقيق بتاعي منخول، انا نخلاه. وده لبن قاطع، يعني اللبن اللي بيبقى قاطع انا ما برمهوش، بعينه في التلاجة وبعمل بيه قرص طريه، وبتاخدي منه احلى قرص طريه. معايا بقى نص كوبايه من السكر، مع كيس خميره او معلقتين خميره كبار، وفانيليا، وكوبايه سمنه، ونص كوبايه من الزيت. هبدا اخلط المكونات الجافه كلها على بعضها على الدقيق، وان انا هخلطها كويس جدا عشان الخميره تتوزع كويس مع السكر وتدخل في كل الدقيق. هبدأ بقى ان انا انزل بكوباية السمنة بتاعتي ونص كوباية من الزيت. انا عاملة خليط، ممكن انتي تعملي خليط برضو من الزبدة والسمنة. هبدأ بقى ان انا هشرب السمنة والزيت، هشربهم كويس قوي مع بعضهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا شربت الدقيق والسمنة مع بعض. هبدأ اجيب بقى، هنزل بكوباية من اللبن الرايب. هحط كوباية ديت عليها مع يعني نقطتين من الفانيليا، لو مش موجود فانيليا سايلة حطي كيس فانيليا. هبدأ بقى ان انا اعجنهم. كل كوباية هحطها هبدأ اعجن فيها لحد ما تكتفي معايا العجينة. وكل دقيق بيختلف عن التاني. انا دلوقتي بقى عجنت العجينة بالشكل دوت، وخدت مني كوبايتين ونص. يعني انا نزلت بكوبايتين ونص من الدقيق وعجنتها لحد ما كده بقت طريه، وزي ما انتوا شايفينها بصوا العجينه طريه وجميله معايا. هبدا بقى ان انا احطها، يعني اغلفها كويس بالاسترتش، وهسيبها يجي نص ساعه او ساعه لحد ما تخمر. دلوقتي كده بقى كانت اختمرت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشيل الاسترتش من عليها وهروح هفضي الهوا. بص كانت مختمرة وكانت بسم الله ما شاء الله عليها كويسة جدا معايا، والخميرة كانت شغالة. هبدأ بقى ان انا افضي الهوا بالشكل ده، هفضيها كويس. وهبدأ ان انا اكورها، اخد كور متساوية. يعني هعمل بايديا كده كور متساوية، وهبدأ ان انا ادخل العجينة بالشكل ده كده كلها في بعضها لحد ما المها واعملها كورة معايا متساوية. يعني انا دلوقتي كده بقرص الكور بتاعتي، وهبدأ اجيب الصاج او الصينية وهبططها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كده ببطط بقى معاكم القرصة بتاعتي، ما تخليهاش ولا رقيقة ولا تخينة. وهوريك السمك بتاعها اللي هتعمليه بيه، هو ده السمك اللي انا عايزاه بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اخلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل اللي انا وريتهولكوا ده، وهرجع لكم. انا كده بقى هسيبها ان هي تختمر. انا خلصت الكمية بتاعتي وهسيبها ان هي تختمر شوية. كده اختمرت معايا. هبدأ ان انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 200. انا مسخنة الفرن من قبلها كده. الفرن معايا بصوا كانت القرص داخله على سوا، ودي كان شكلها بعد ما طلعت. هبدأ اجيب بقى ميه معايا كده، ولو عندك بخاخه هتحطي بالبخاخه وترشي عليها وتبداي ان انت تغطيها. انا ما كانش متوفر عندي البخاخه، جبت الفرشه وبدأت ان انا ارش كده بسيط على القرصه بتاعتي. وهبدأ ان انا اغطيها كلها. كل صينية هعملها بنفس الطريقة دي، وخلصت واغطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالفوطة. وده كان شكلها بعد ما خلصت خالص، طرية جدا وهشة من جوه، وطعمها جميل جدا مع كوباية شاي بلبن بقى، ولا احلى من كده. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.